ومقابلة النهاية ستكون بملعب الجديد بالدار البيضاء إن شاء الله. المدن المغربية التي ستنظم كأس العالم هي نفس المدن المغربية التي ستكون في 2025 وفي 2027 إن شاء الله، هي طنجة. السلام عليكم. اليوم اخوتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاستاذ المغربي محمد الماغودي كيخرج للجزائر والكراغله من الجنب عبر برنامج الكرة العربية، وتيصرح بان المغرب غادي يستضيف نهائيات كأس العالم 2030 وكذلك غادي ينظم كأس افريقيا 2025 وكذلك 2027 لضعف امكانيه الدول الافريقيه بالاضافه الى الدوله الكرغوليه. خوتي باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نمشيو نشوفوا الفيديو، حكموا عطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، ما تبخلوش عنا بلايك. نشوفوا الفيديو ونرجعوا في النهايه ديالو. محمد الماغودي، هل في ايضاحات حول هذه النقطه؟ وارجو ايضا انك تعطينا على الاقل بعض السكوبات الخاصه بالمدن التي من المنتظر ان تنظم كاس العالم، ايضا نهائي كاس العالم. هناك من يقول انه في سانتياغو برنابيو في مدريد، ولكن الجانب المغربي يتحدث عن نهائي كاس عالم في المغرب بالذات. والله عزيزي هيكل، أنا أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حينما اتخذ قرار تنظيم 3 مباريات بأمريكا، أعتقد أنه استشار مع التقنيين ومع الأطباء ومع المدربين ومع المعدين البدنيين. أولا، مقابلة الاحتفال ب100 سنة ستكون بالأورغواي، وستكون يوم 8 أو 9 يونيو على صح في مواجهة مقابلة أو منتخب من أحد المنتخبات التي توجد بمجموعتها. المقابلة الثانية للمنتخبات القارية الثلاث ستكون يوم 15 و 16، بمعنى أن 8 أيام كافية للسفر وللتنقل. نحن أمام منتخبات بلاعبين محترفين وبمستوى عالي من التحضير. التوضيح الثاني أن الافتتاح سيكون بأحد الدول الثلاث، البرتغال، إسبانيا أو المغرب. ما سيكون بالأوروغواي هو لقاء احتفال بمرور 100، وأنا أعتقد أن الاتحاد الدولي كان غاية في الذكاء. مقابلة النهاية ستكون يوم 21 يوليوز، ومقابلة النهاية ستكون بملعب الجديد بالدار البيضاء إن شاء الله. مؤكد. صدقوا ولا بس اليوم لا ستكون في ملعب الدار البيضاء، ومرحبا بكم. على فكره استاذ محمد الماغودي ولا مره اعطانا معلومه في الكره العربيه كانت واليوم اكدها ضرب 10، اكدها ضرب 10 لانه اليوم لابس الطاي، يعني انه اليوم الاستاذ يجينا بربطه العنق، يعني كل اخباره رسميه وفوق الرسميه. لا والله ما يحتاج ربطه عنق. لا هو انيق، ولكن اليوم لان اليوم الكلام كان رسمي. انيق جدا، ولكن صراحه اليوم حتى يعطي الطابع الرسمي للكلام. والله اليوم بالعكس، اليوم تقول كأنه ممثل دبلوماسي الحقيقة. بالعكس أنا سعيد جدا أستاذ محمد الماغودي لما يكون بكامل أناقته في احتفالات خاصة جدا بتنظيم كأس العالم. يعني إذا كان ينظم كأس العالم وما يكونش بالتاي فمتى يعني مش يكون بكامل الأناقة يعني. نمشي نكمل مع، أعتقد أن الأمور واضحة. بالنسبة للمدن أستاذ محمد الماغودي، هل اتضحت الصورة بالنسبة للمدن المغربية التي تنظم كأس العالم؟ المدن المغربية التي ستنظم كأس العالم هي نفس المدن المغربية التي ستكون في 2025 وفي 2027 إن شاء الله، هي طنجة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير. 6 مدن. واضحة العملية؟ 6 مدن. 6 واضحة. 6 مدن، واعتقد بأن المدينة التي سوف يتم توسيع عدد المقاعد هي مدينة مراكش. لو سمحت هيكل. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ. هو غير توضيح بسيط جدا. لماذا تكلمت بلغة الجزم؟ على أن النهاية ستكون بالمغرب؟ لأن التفاوض في مثل هذه القضايا لا تكون بين الاتحادات، ولا تكون تفاوضات رياضية، هي تكون تفاوضات بين الأجهزة الكبرى، والمخاطب طبعا مع الاتحاد الدولي ستكون هي الاتحادات الرياضية. هناك تفاوض على مجموعة من القضايا، منها بعض الدول، مثلا دولة تريد أن تحتضن أكبر عدد ممكن من المقابلات، تريد أن تشتغل ب9 جهات،
وهناك دولة تريد عددا قليلا من المقابلات، وهناك دولة أيضا تبحث عن الأحداث الكبرى وتبحث عن اللقاءات التي يمكن أن تربح فيها أكثر، وما أجمل أن يكون لقاء النهاية. مع كابتن علاء ميهوب. كابتن علاء، إلى حد الآن المعلومة الوحيدة، المعلومة الرسمية، أن السعودية تقدمت رسميا بمفردها لتنظيم كأس العالم 2034، ولكن من البداية كان هناك فكرة انضمام بعض الدول للسعودية. هل ما زالت فكرة انضمام مصر واردة لملف تنظيم كأس العالم 2034؟ ودورة الألعاب الآسيوية من ناحيه ان هي وارده يا هيكل، لكن كلام رسمي او حاجه ما لسه مفيش حاجه زي كده حصلت. لكن عايز اتكلم بس على تكمله الكلام كابتن طارق وكده على السعوديه. لا، السعوديه مش من النهارده بس او من سنه، لا دي خطه من بعيد قوي يا هيكل. هم عارفين بيعملوا ايه، وبداوا بدايه ممتازه طبعا، بداوا بملاعب، بداوا ببنيه تحتيه ممتازه جدا، والسعوديه عندها امكانيات ان هي تعمل ملاعب بنيه تحتيه عاليه جدا. البلد جميله جدا السعوديه، كل البلاد فيها حلوه. وبدا الخطوه الاكثر يعني ممكن نقول ايه، اللي هي بدات تشد الناس كلها. الدوري السعودي بقى في حته تانية خالص، مش استقطاب لعيبه بس، كمان الملاعب كمان تطور مش طبيعي. التصوير نفسه بقى حاجه مبهره جدا. الجماهير كمان لها عامل مهم جدا في ان الناس بدات تروح، بدات تعمل شكل مباريات يا هيكل تحس ان انت مش في بلد عربي. يعني غير كده بقى بدات الخطوه الاهم والاكثر ترويجا للسعوديه، النجوم اللي بدات تيجي السعوديه، يعني ابتداء بكريستيانو. انت بتتكلم في نجم لوحده خالص ممكن يعمل تغيير، الى جانب بعد كده كل النجوم اللي جم للمملكه العربيه السعوديه. فالنقله نفسها نقله كبيره جدا، محفزه جدا للسعوديه تقدم ملف، وملف بقلب جامد، ملف انا من وجهه نظري متواضعه جدا، ما فيهوش خطا، بالعكس ملف ممتاز جدا جدا جدا. كل ان شاء الله الطيبه للسعوديه تنول الشرف ده، وهي على حق فعلا، زي ما الحمد لله بنبارك للمغرب. ان شاء الله نبارك للسعوديه، وعن جداره واستحقاق ان شاء الله السعوديه ما فيش اي حاجه تنقصها، ان هي ان شاء الله تقدم ملف، وملف بتاعها يقبل ان شاء الله رب العالمين. كان هذا اخوتي هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. في الاخير ما تبخلوش عنا كما العاده بشي لايك واشتراك في القناه وتفعيل خاصيه الجرس، باش فما حطينا شي جديد توصلوا به نتوما الاولا. نخليكم تهلاو ليا في راسكم، تلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم.